السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة المقلوبة. طريقتها سهلة جدا. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جايبة وراك فراخ بس مخلية، اللي هي بتبقى شيش، بنجيبها شيش من عند بتاع الفراخ، وبتنجان رومي وطماطم وبصلاية ووحدتين من البطاطس. دي كل الحاجات اللي بتتحط في المقلوبة، وطبعا كل واحد على حسب ما بيحب. ممكن ما تحطيش بطاطس، ممكن تستكفي بالبتنجان والطماطم والبصلاية. ممكن تحطي طبعا البطاطس، تديها طعم حلو جدا، وبتبقى طعمها حلو مع البتنجان والبصل كده والطماطم، وبتاخد من طعم الفراخ، بتبقى طعمها حلو مع البتنجان، يعني بيبقى خضار متكامل كده مع الرز، فبتبقى بصراحة طعمها حلو وجميل. هبتدي اتبل الفراخ. هحط لها معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة حبهان مطحون، معلقة من الملح، اديها رشة من البابريكا، وهقلبها كلها كده مع بعضها. دي كل التوابل اللي انا هتبل بيها الفراخ، مش محتاجة توابل كتير ولا حاجة. وهسيبها كده في التتبيلة بتاعتها ديت لحد لما اجهز الحاجة بتاعة المقلوبة. هبتدي ان انا اقشر البتنجان. طبعا البتنجان ما شاء الله طازة كده وحلو، فهبتدي ان انا اقشره. وطبعا لو حابة تعمليه بالقشر بيبقى جميل طبعا، وطالما غسلاه ومنضفاه كويس مفيش اي مشكلة ان احنا ممكن نعمله بالقشرة بتاعته، كلها فوايد. فانا هنا مش هقشرها كلها كاملة، انا هسيب كده يعني اجزاء من البتنجانية نفسها، من القشرة، مش هشيل القشرة كلها. وهبتدي ان انا اقطعها كده واسيب منها جزء. دلوقتي انا هقطع البتنجان كله كده حلقات، يعني سمكها وسط كده، ولا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة، متوسطة كده معايا. هبتدي اقطع البتنجان كله. اللي ما اشتركش في القناة ينزل يفعل سر الجرس ويشترك. وشكرا لكل اللي بيدعموني في القناة، ومتشكرة لكومنتاتكم الجميلة، بجد بتفرحوني بيها. هديله رشة كده من الملح واسيبه كده يتصفي المية بتاعته على بال ما اجهز بقية هبتدي ان انا اقطع البصلاية، هقطعها كده شرايح. والبطاطس نفس الحكاية، مش عايزة سمكها يكون تخينة، لا عايزاها تكون متوسطة، شرايح رقيقة كده معقولة. والبطاطس هنا انا هحمرها، مش هحطها نية، يعني هديها نص تحميرة كده يدوب، يعني تبقى متشمعة كده، واخدة نص تسوية. وهقطع برضو الطماطم حلقات، عشان لما اجي ارص الحلة او الصينية اللي هعمل فيها تبقى جاهزة معايا. هنا حطيت طاسة على النار، هبتدي اشوح فيها الفراخ واديها صدمة كده. هنزل بكل الفراخ بتاعتي، هحطها كده في الطاسة، وفي نفس الوقت كنت حاطة زيت على النار عشان اسخنه، عشان ابتدي ان انا احمر البتنجان والبطاطس كده، اديها نص التحميرة اللي قلنا عليها عشان تبقى متماسكة معايا في التسوية، ما تبقاش تتهري مني او تبقى بايشة كده. بتبقى طعمها حلو قوي لما بتديها نص تحميرة كده، بتديكي نتيجة هايلة في طعم المقلوبة. طبعا الفراخ انا بحمرها على نار عالية كده، بديها التشويحة دي على نار عالية عشان ما تنزلش اي مية منها ولا اي سوائل. هنا البطاطس خلاص، شايفين انا مش مطلعاها متحمرة، انا مطلعاها نص تحميرة كده، عشان ده بيديها نتيجة كويسة في التسوية مع الرز وبقية الخضار. هنا هبتدي ان انا احمر البتنجان. البصلاية بقى اللي انا قطعتها، انا بحب ان انا احطها يدوب تدبل كده وتاخد من طعم الفراخ،
وتبقى زي يعني دبلانة يعني دبلانة، بس مش هتبقى متحمرة ولا متكرملة، يدوب بس بتدبل كده، وبتاخد من السخونية بتاعة الفراخ، وتاخد من طعم الفراخ، عشان لما نيجي ناكلها مع الخضار والرز ما تبقيش حاسة ان في بصل، عشان طبعا في بعض اولاد من اولادنا ما بيحبوش طعم يعني ما بيحبوش يقابلهم بصل باين كده في الاكل. فدون ما بتبقى دبلانة كده بتكمل تسويتها مع بقية الخضار والحاجة، بتديكي نتيجة كويسة، وفي نفس الوقت ما بتبقاش واضحة كده عشان ما يتضايقوش منها وهما بياكلوا. فدي بتبقى نتيجتها كويسة، وفي نفس الوقت بتديكي طعم حلو للفراخ وللمقلوبة نفسها، لانك انت كده بتبقي مخلياها يعني دبلت خلاص، بتاخد بقية تسويتها بقى مع الخضار نفسه ومع بقية الحاجة كده. كل المكونات بتاعتنا احنا يعتبر عاملينها نص تسوية، عشان تكمل بقية تسويتها مع الرز، وكله طبعا يشرب من طعم بعضه كده، وبيبقى الرز فعلا طعمه جميل جدا، لان بيبقى واخد من طعم كل الخضار وكل المكونات اللي احنا عاملينها مع بعضها دي. طبعا بتسقيها بشوربة لو عندك، ما عندكيش شوربة، سواء شوربة لحمة او فراخ، ما عندكيش شوربة، بتعملي طبعا مية مغلية بمكعب من المرق، وبيبقى بيديكي نتيجة كويسة جدا تسقي بيها المقلوبة بتاعتنا. دلوقتي ابتدي ان انا ارص الفراخ كده بالبصل الاول. شايفين الفراخ ما شاء الله واخده تحميره حلوه، وفي نفس الوقت يعتبر استوت، طبعا مش سوا كامل، بس هي يعني اخدت تسويه، يعني عشان تطلع معاكي مستويه كويس. لسه هتاخد تسويه الرز طبعا، هتطلع يعني يا دوب كده تسويتها هتبقى مظبوطه. حطيت الفراخ والبصل، وهبتدي ان انا ارص عليها البطاطس. هرص شرايح البطاطس كده، وطبعا كنت غاسله كوبايتين من الرز ومجهزاهم. هبتدي احط كمان شرايح الطماطم، وبعدين ابتدي ارص البتنجان، كله كده. طبعا انا هحط الرز، مش هحط له ولا اي مادة دهنية خالص، لان طبعا هو الحاجات اللي احنا محمرينها دي فيها يعني كده مادة دهنية، فكله هيشرب من طعم بعضه، فمش محتاجة ان انا احط اي حاجة تاني، ولا زيت ولا سمنة ولا اي شيء، هو كده هيستوي مع بعضه، هيبقى طعمه جميل جدا. دلوقتي انا حطيت نص الرز، وهبتدي ان انا احط رصة تاني من البتنجان، وكده حطينا كل البتنجان. هبتدي بقى ان انا انزل باقي الرز اللي معايا، هبتدي احطه كله، هوزعه كده، بس هحطه على النار. هضيف له طبعا شوربة مغلية. طبعا وانتي بتحطي الشوربة تخلي بالك ان انتي طبعا ما تحطيش الشوربة يعني بطريقة كده ان انتي تخلي الرز يمشي من، لا، حطيها بالراحة كده بالشكل ده، عشان تبقى شكلها واضح كده ومرسومة معاكي، ما تبقاش محتاجة انها تبقى الرز يختفي. وهبتدي طبعا اسيبها، شايفين الرز مفلفل ومستوي، هسيبها حوالي 5 دقايق كمان تكمل تسويتها. بس انا عايزة اقول لكم بصي الرز مفلفل وما شاء الله شكلها جميل، وكده المقلوبة بتاعتنا جهزت. هنقلبها دلوقتي مع بعض. ما شاء الله، اللهم بارك، شكلها حلو قوي وريحتها جميلة.
اللهم بارك. جربوها تعجبكم. ألف هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.